تعالى اقول لك، لو انت من الناس اللي حياتها كلها مشاكل، كلها هموم، كلها حزن وقلق وخوف، ونفسه يخرج بره الدايرة دي ونفسه يكون سعيد في حياته بس مش عارف، تعالى اقول لك ايه الاسباب اللي مخليه جوه الدايرة دي، وازاي ان انا اقدر اكون مسؤول فعلا عن سعادتي واكون سعيد في حياتي. اول حاجة لازم تعرف وتتأكد منها ان احنا هنا في الكون مسؤولين عن تعاستنا لو احنا تعساء في الحياة، ومسؤولين كمان عن السعادة، ان احنا نكون سعداء في الحياة. انت اللي بتختار حياتك تكون ازاي. خدها كده قاعدة اساسية، ان عالمك الخارجي اللي انت عايش فيه دلوقتي ما هو الا انعكاس للعالم الداخلي اللي جواك. ابدأ ركز على حاجتين، انا بغذي عقلي افكار ايه، وبركز اكتر على ايه. طول ما انا حياتي فيها تفاؤل وايجابية، اعرف ان انت عقلك كله افكار ايجابية، انا بغذيه افكار ايجابية. طول ما انا حياتي فيها قلق وخوف وحزن واكتئاب، اعرف ان التغذية اللي عندك في عقلك اللي انت مسؤول عنها هي افكار سلبية. نتيجة الافكار دي بينتج الشعور السعادة او الحزن. بعد الشعور بينتج السلوك والتصرف اللي بيحصل مننا، غضب، عصبية، بقلب الترابيزة، او اطمئنان وسلام. انت اللي بتختار ازاي بقى. تعالى اقول لك. اول حاجة، ايه الفرق ما بين شخص حصل له عطل في العربية بتاعته ورايح شغله الصبح، وبدأ يشوف ان الدنيا سودة في حياته والمدير هيخصم لي واليوم النهاردة زي الزفت وهيحصل وهيحصل وهيحصل، المشاعر الموجودة عند الشخص دي هتكون ايه؟ اكيد قلق وخوف، كل حاجة فيبقى فيه تشاؤم، فاليوم فعلا هيكون كله تشاؤم. عكس شخص تاني اتعطل عن شغله، بدأ يشوف ان في خير ان انا اتعطلت، اكيد ربنا رايد حاجة من عطلي ده، اكيد كان في اذى هيحصل لي في الطريق، اكيد كان في خير النهاردة ان انا ما اروحش شغلي، وهكذا. المشاعر اللي هنا هتكون ايه؟ اطمئنان وسلام، هيحس ان اليوم كله خير وبركة، وان اللي حصل ده قدر الله ما شاء فعل، انا مبسوط باللي حصل. الفرق ما بين الشخص ده طول حياته هيفضل في سلام واطمئنان، وهيحس بالراحة والسكينة والسعادة، وهو اللي قرر كده. الشخص الأولاني قرر إنه يحس بالقلق والخوف ويحس بالتشاؤم طول اليوم، ده هتلاقي علاقاته كلها فاشلة، هتلاقي اليوم عنده فعلا متشائم، هو المسؤول عن التعاسة اللي هو قرر يعيش فيها. طب إزاي إن أنا أكون شخص تفاؤلي، شخص إيجابي، وأغير طريقة تفكيري وأغذي عقلي أفكار إيجابية؟ تعال ركز على أول حاجة، ابدأ شوف الجانب الروحي عندك، ده رقم واحد، علاقتي باللي خلقني. لو أنا حسيت إن أنا مخلوق من إله عظيم قدير، حط إمكانيات وقدرات عالية جوايا، وبدأت تدور عليها، وبدأت تتأكد ان انا مش لوحدي في العالم ده، ربنا مش جابني ورماني كده، ربنا معايا في كل خطوة. ببدأ ان انا اعزز ده جوايا، بيدي على رقم 2 ان انا ادور على القدرات اللي ربنا حطها جوايا، وابدأ ان انا اتقبل ذاتي ويكون عندي ثقة بنفسي. يبدأ معايا رقم 3، اللي هو ابدأ ان انا بعد ما شفت قدراتي ابدأ اكتب كل ايجابياتي اللي موجودة فيا، كل مميزاتي، كل الحاجات الإيجابية اللي مرت على حياتي. كل ده بيبدأ يغذي عقلك تغذية إيجابية. ببدأ أهم حاجة بقى رقم 4، لازم أدي وقت هدوء لعقلي. في وقت كده اسمه استرخاء لعقلي، بتأمل، بوقف أي أفكار، أنا مش بفكر. الوقت ده من ربع ساعة لتلت ساعة يوميا، ده بتاع عقلي، بتاع هدوء. أنا لما بهدي عقلي ببدأ أستقبل بقى وراقب كل فكرة داخلة جوه عقلي. اخر حاجة بقى، انت في بيئة ايه؟ بيئة ايجابية ولا بيئة كلها تشاؤمية؟ برضو انت المسؤول. لو انا في وسط ناس دايما عندهم الطاقة السلبية كتيرة قوي، حاول تعزل نفسك. ما عرفتش، خليك انت مليان بالطاقة الايجابية، وحاول انت تكون الطاقة اللي بتشع في المكان ده. حتى لو ده مع ذاتك بس مش مشكلة، سد ودانك عن اي طاقة سلبية. لازم تكون في بيئة داعمة. ابدأ حاوط نفسك بالناس الإيجابية، الناس اللي عندهم تفاؤل وطاقة إيجابية عالية، هتفرق معاك جدا. انت المسؤول انك تغير عالمك الخارجي. ابدأ بتغيير الداخل. اول ما ببدأ ان انا اشتغل على الداخل عندي، تلقائي عالمي الداخل الخارجي بيتغير تماما.
ابدأ ركز ان السعادة في حياتك قرار، وانت قررت تكون سعيد وتفكر بتفكير ايجابي. طب انا اكون استفدت، شكرا جدا لكم.